في الحديدة عزم الثوار فيها لا يقل قوة في الصمود والإصرار عن بقية الثوار في اليمن حتى استكمال أهداف الثورة، والتي لن تتحقق إلا برحيل ما تبقى من الحكم العائلي البائد التي لا تزال تثير الفوضى والأزمات. اليوم نحن نخرج في هذه المسيرة لنريد هيكلة الجيش، لأنه هو المطلب الأساسي بعد خروج أو خلع علي عبد الله صالح، لأن بقاء القيادة العسكرية المقربة من العائلة هم سبب الفساد وسبب الخراب المتبقي بعد هذه الثورة، وإن شاء الله بعد إزالتهم من مراكزهم ستنتصر الثورة. مسيرة الأربعاء هذه طالب فيها شباب الثورة وضع حد لانقسام الجيش الذي تتسبب فيه بقايا العائلة المتمردة على قرارات شرعية. ما لنا من الهيكلة وأسس الهيكلة، نريد تغيير القادة الذين ولاءاتهم ليست ولاءاتهم للوطن، ولاءاتهم وعبادتهم للأشخاص. نريد قيادات وطنية والهيكلة تتبع تمضي. نرجو من الأخ عبد الرب منصور هادي هيكلة الجيش فورا 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 هيكلة الجيش. أما هنا فيضع الشباب الثائر شروطا للمشاركة في الحوار، وهو أن يتخلى الطرف المتمرد ضد الشرعية عن السلاح. كيف ندخل في حوار وبعضهم مدققين بالسلاح؟ كيف تدخل في حوار وأنت تحمل السلاح؟ كل من يريد أن يدخل إلى الحوار لازم أن يبعد عن فكرته السلاح، والشعب اليمني مسلح بكل أسلحة الفكر والوعي. لذلك نريد أن ننبذ السلاح وأن ندخل جميعا في حوار وطني شامل عادل. أما القادمون من الريف التهامي فمطالبهم هي إزالة الفاسدين والمتلاعبين بأقوات الناس ومعيشتهم، والتي تتسبب فيها بقايا النظام العائلي الفاسد. خاصة المعيشة والديزل والبطور، الواحد لما مريض يروح يبقى سيارة يقول ب 10,000 20,000. هم ناس في البر. أنا من مور، مدينة مور. عندنا مشروع مياه له 30 سنة، ولا يعني المتولي عليه محمد علي عبد الله مقبول معدي وأخوه وأسرته، وهذا المشروع ليس له أي رصيد ولا إدارة، وسنة ونص وهم يعاقبونا بحجة أنه الديزل، وهم يستلموا الديزل. شباب الثورة في الحديدة يؤكدون أنهم ماضون في دروب نضالهم، وشعارهم سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على صدر الجدار. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مدينة الحديدة.